البولي كربونات او الفايبر كريستال. يلا بينا نركب اللوح الفايبر كريستال دوت على في شقق الاسكان الاجتماعي. هنركبه على البلكونه وهنركبه على باب الشقه. اول حاجه اللوح دوت كان عامل كام؟ كان عامل 1800 جنيه. جبنا من السبتيه. اللوح دوت كان وزنه 15 كيلو، خامه تقيله يعني. تمام. اخدنا المقاسات وقطعنا كده بالصاروخ، وابتدينا نشيل من عليه اللي هو اللزق او الاستيكر اللي عليه. ابتدينا ناخد مقاس باب الشقه، وابتدينا بقى ايه يعني، دايما خلي بالك وانت تعملي الحوار ده ان انت تسيبي 2 سم من كل جنب. دي كانت المسامير اللي ركبنا بيها، فيها كاوتش كده، وفي نفس الوقت تعمل ببونتا على طول. الباب ده بيتركب، في ناس بتركبه برشام وفي ناس بتركبه مسامير. احنا ركبنا الباب كله بمسامير، انما ركبت الشراعه بس هي ببرشام. عايزه اقول لكم حلو ومغطي الدنيا والدنيا كويسه يعني. هنا بقى البلكونه خدنا برضو المقاس بتاعها وابتدينا نركب، بس البلكونه هنركب فيها بحاجه اسمها كاويه وسلك رباط. تمام. احسن من القفيز البلاستيك، عشان القفيز البلاستيك مع الشمس بيدوب يعني وبيتقطع، انما السلك بصراحه متين وحلو. بصوا ده الشكل النهائي بعد ما اتعمل. عايزه اقول كانت حلوه جدا وموضوع موفر، ومش مؤثر خالص على الاضاءه جوه في الشقه، يعني الدنيا منوره والدنا كويسه. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا. يا رب نكون اللي وصل معايا يحط لايك واشتراك. متنسوش تخشوا في قناتي، خدوا كل لفه كده هتعجبكم باذن الله. فيديو كامل بكل التفاصيل هتلاقوه على القناه.